السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة أكل شهية مع أمل صيام. النهاردة بإذن الله هنكمل سلسلة المنظفات اللي بدأناها مع بعض، وهنعمل الكلور. احنا عملنا مع بعض الصابون السائل، عملنا مع بعض كلوركس للألوان، عملنا مع بعض عجينة الملابس، عملنا مع بعض الدوني، والنهاردة هنعمل مع بعض الكلور. أسهل نوع من أنواع المنظفات اللي ممكن تعمليها هو الكلور، لأن الكلور احنا مش بنصنع الكلور بيتصنع في المصانع بتاعته. احنا مجرد بنركب الكلور، يعني بنجيبه مثلًا بتركيز 12% ونبدأ إحنا نلعب بالإضافات اللي بنحطها عليه في التركيبة بتاعته، إن إحنا نتقِّلها أو نخفِّفها. معايا 3 لتر من الكلور الخام. اشتريت اللتر الواحد ب5 جنيه، يعني الكلور الخام ده عمل معايا 15 جنيه. 3 لتر من الكلور الخام. هاضيف لهم 8 كيلو من الصودا، جبتها ب7 جنيه، طبعًا الأسعار عِليت ف8 كيلو الصودا بقى ب7 جنيه، وب3 جنيه لون. يبقى الخامات دي كلها كلفتني 25 جنيه، 15 جنيه للكلور الخام، و7 جنيه للصودا القشور، و3 جنيه للون. اللون ممكن نجيبه لون طعام أصفر، وممكن نجيبه لون للكلور، فالمتاح ما فيش أي مشكلة. دي صودا القشور وده شكلها وده اللون. ممكن تجيبي لون للكلور وممكن تستخدمي لون أصفر عادي. أول خطوة هنعملها إن إحنا هنجيب لتر مَيّة دافية، وطبعًا هنستخدم الأدوات بتاعتنا تكون بلاستيك، والحاجة اللي نقلّب بيها بلاستيك أو خشب عشان ما يحصلش أي تفاعل. أنا جبت لتر مَيّة دافية، نزلت عليه ب8 كيلو من الصودا القشور، وقلّبت كويس أوي زي ما إحنا شايفين كده. ضروري المَيّة تكون دافية، وانزل عليها بالراحة كده واحدة واحدة بالصودا، واخلّي بالي عشان ما تفورش، لإن لو فارت يبقى معنى كده إن الحاجة اللي كنت باعمل فيها ما كانتش نضيفة وفي حاجة اتفاعلت مع الصودا. يبقى لازم يكون الجردل أو الحاجة اللي هاستخدمها لازم تكون نضيفة جدًا، وانزل فيها بلتر مَيّة دافية، وبعدين الصودا، واقلّب، واكون حريص جدًا من فوران الصودا. وبالنسبة للمَيّة ممكن للون ممكن أجيب نُص كوباية من المَيّة، وانزل فيها على طرف المعلقة كده من اللون، سواء بقى لون طعام أصفر أو لون كلور. إيه الفرق ما بين الاتنين؟ لون الطعام هيدّيكِ لون أصفر بس، لكن لون الكلور هيدّيكِ اللون الأصفر، وهيدّيكِ كمان ريحة الكلور، لكن ما لهمش أي علاقة بتاتًا بتركيز الكلور من ناحية النضافة. عشان بس لو بتحكمي على الكلور من لونه، لأ، فاللون مش مقياس إن إحنا نحكم بيه على جودة الكلور. جبت جردل بقى ونزلت فيه ب9 لتر من المَيّة، و نزلت عليهم ب3 لتر من الكلور الخام اللي اتفقنا عليه، وقلّبتهم كويس أوي. يبقى ده 9 لتر من المَيّة، نزلت عليهم ب3 لتر من الكلور الخام، وهانزل عليه بلتر من المَيّة الدافية اللي أنا قلّبت فيه الصودا. واقلّب كويس أوي. أنا كده معايا بقى إيه الحاجات اللي أنا حطيتها: 9 لتر من المَيّة، نزلت عليهم ب3 لتر من الكلور الخام، نزلت عليهم بلتر مَيّة دافية مدوبة فيه 8 كيلو من الصودا. معايا كام لتر دلوقتي بقى في الجردل ده؟ أنا معايا 13 لتر، مع إن أنا كنت شارية كام؟ كنت شارية 3، ودي درجة اللون أهي من قبل ما أضيف أي لون. لو حابة تكتفي بيه كده وما تشتريش أي لون، خلاص تمام، أنتِ اللي عاملة التركيز بتاعِك وكلورِك هينضف معاكِ تمام. حابة بقى تصفّريه أكتر، تتحكمي بقى في درجة صفاره، ضيفي تدريجيًا لحد ما توصلي للدرجة اللي أنتِ عايزاها. بس كده، هو كده تمام. أنا بس كانت العبرة معايا إن أنا عايزة أعرّفكم إن مش لون الكلور اللي يخلّيكِ تحكمي على جودة الكلور، لأ. لإن اللون ده إحنا بنتحكم فيه. طبعًا الكلور ليه طرق كتيرة جدًا، دي طريقة من الطرق اللي أنا استخدمتها وفعلًا الكلور معايا حلو جدًا. هارجع وأقول تاني: 9 لتر من المَيّة، نزلت عليهم ب3 لتر من الكلور الخام، نزلت عليهم بلتر مَيّة كنت مدوبة فيه 8 كيلو من الصودا، بقى معايا دلوقتي 13 لتر. ونزلت باللون بقى تدريجيًا. كلفوني قد إيه؟ كلفوني 25 جنيه. طيب أنا دلوقتي معايا 13 لتر، لو هاشتري أو هابيع لتر الكلور ب3 جنيه، فيبقى أنا كده معايا فلوس قد إيه؟ معايا 39 جنيه. لو شِلت منهم ال25 جنيه تمن المواد الخام اللي أنا اشتريتها، يبقى معايا مكسب 14 جنيه. أهو. يبقى عشان الناس اللي بتقول لي: هل يا ترى لو عملناهم في البيت أوفر والّا نشتريه أوفر؟ فأنا هاقول لِك، وأنتِ اعملي بقى اللي أنتِ عايزاه، اللي أنتِ شايفاه لمصلحتِك اعمليه. في ناس بتعمله مشروع، في ناس بيعملوه بس للبيت على أساس إن الدنيا غالية، ونعمل إحنا حاجتنا في بيتنا ونتحكم فيها وفي نضافتها، تمام. هاقول لكم برضه بالمرّة على طرق تانية الناس بيعملوا بيها الكلور، وإن هم بيشتروا كل لتر من الكلور الخام بيخفّوه على 2 لتر من المَيّة، على أساس إن هم يعملوا الكلور بالطريقة دي. في ناس تانية تجيب لتر الكلور الخام يخفّفوه ب3 لتر من المَيّة، على أساس يبيعوه بتمن، يعني يبقى في مكسب أكتر. بس كل طبعًا ما بتخفّفي الكلور في عدد لترات مَيّة أكتر، كل ما بيخف تركيزه معاكِ.
يبقى إحنا ممكن نعمل بالطريقة اللي اتفقنا عليها، وممكن إن إحنا نعمل لتر الكلور الخام نخففه ب2 لتر من المَيّة، أو لتر الكلور الخام أخففه ب3 لتر من المَيّة. أضعف درجة من الكلور بقى إن أنا يعني ده بقى خلاص يعني يعتبر ريحة الكلور بس، إن أنا أخِف لتر الكلور الخام على 4 لتر من المَيّة، بس ده بيبقى أقل أنواع الكلور سعرًا، وبيبقى تركيزه ما فيش خالص ومش بينضّف قد كده. لكن إحنا دلوقتي في الحلقة بتاعتنا النهارده خففناه على 3 لتر من المَيّة، لكننا ضفنا الصودا علشان نسبة النضافة والكلام ده. عايزة أقول لكم إن ضروري وأنتِ بتخزّني الكلور تكوني بتخزّنيه في بلاستيك غير شفاف، عشان نسبة القلوية ممكن تخرم لِك الحاجة لو شفافة. ضروري تخزّني الكلور بتاعِك في حاجة غير شفافة علشان تحافظي عليه وما يتخرمش معاكِ، والكلور بتاعِك يفضل عايش معاكِ بقى زي ما أنتِ عايزة. ودي كانت حلقتنا النهارده، باتمنى تكون عجبتكم، وأقول لكم في رعاية الله، وأشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.